بتبدأ القصة واللي بعت لنا أحداثها واحد من الجمهور في مدينة الرحيبات الليبية مع سراج. سراج راجل كان واعظ وتقي، عايش مع سعاد مراته في بيت ريفي بسيط. خلفوا ولد سموه عبد الله. في الفترة دي وبعد ولادة عبد الله بدأت سعاد تحكي لجوزها عن راجل عجوز بتشوفه كل يوم قدام البيت. والصدمة الحقيقة لسراج لما قالت له إنها في مرة شافت العجوز ده جوه البيت. سراج وقتها كان خايف على مراته وابنه جدا، لكنه في نفس الوقت كان شايف إن دي مجرد تهيؤات. أصل دي مدينة ريفية وكلهم عارفين بعض تقريبا، مين مجنون هيقرب في بيت في الريف؟ ساعتها سراج كان عشان يخلص خوف مراته لأنه ما شافش الراجل العجوز ده ولا مرة، وعدها إنهم هينقلوا طرابلس ويفتح ورشة نجارة هناك عشان يصرف عليها هي وعبد الله ابنهم. وفي اليوم اللي كانت بتلم سعاد حاجتها من البيت شافت الراجل العجوز واقف وراها عند باب الأوضة، فصرخت بصوت عالي وجري عليه سراج عشان يشوفها. ففضلت تشاور له على مكان الراجل العجوز، لكنه ما شافش حد ولا حاجة غريبة في المكان. هنا سراج كان الخوف بدأ يتملك منه وشك إن سعاد حبيبته اتجننت، وكان خايف على ابنه منها، لكنه خدها وسافر لطرابلس على أمل إن الحياة هناك تتحسن. وبعد أكتر من 25 سنة وتحديدا سنة 1909 كان سراج مات، وابنه عبد الله كبر وبقى تاجر كبير وفضل محافظ على ورشة أبوه الله يرحمه، لحد ما في يوم تيجي له صفقة كبيرة يضطر يسافر لمدينة الرحيبات لمدة شهر. سعاد أول ما عرفت إن ابنها مسافر هناك كانت هتتجنن، حاولت تمنعه بكل الطرق، لكنها رفضت تحكي له على العجوز اللي شافته في البيت عشان ما يترعبش. لكن عبد الله قدر يقنع أمه إن دي صفقة العمر ولازم يسافر. وفعلا سافر عبد الله ووصل لحد البيت القديم، وهناك قابل جاره بكر شاب من سنه شغال في تجارة المواشي. بكر أول ما عرف إنه ابن الحاج سراج خده على بيته ورحب بيه. وهناك أبو بكر اتصدم أول لما شافه، لأن أبوه وأمه مشوا من القرية من سنين ومحدش سمع عنه حاجة. وكلام أبو بكر عن أبوه أثار فضول عبد الله، ليه أبوه يسيب بيت كبير زي ده عشان يتنقل لمدينة طرابلس؟ فحكى له وقتها أبو بكر إن سعاد اللي هي أمه كانت بتشوف خيالات لراجل عجوز وما كانتش طايقة تقعد في البيت ولا يوم. ومن بعد ما مشوا من البيت محدش كان عنده الجرأة إنه يقرب من البيت تاني. بس الحقيقة إن محدش برضه شاف حاجة، وكل التكهنات دي أساسها حكاوي سعاد. هنا عبد الله كان بدأ يترعب من الفكرة إيه اللي هيحصل له لو طلع كلامهم حقيقي والعجوز لبسه ولا حرق البيت وهو جواه. يومها خرج عبد الله من بيت أبو بكر وطرد الأفكار دي من دماغه، ورجع على بيته لقى البيت منظم وكأنه ما كانش مهجور من سنين. كل حاجة محطوطة في مكانها ومترتبة، الشبابيك مقفولة عشان التراب ما يدخلش ويبوظ الأساس. استجمع عبد الله قوته واستعاذ بالله ودخل الأوضة عشان ينام. وبالليل قرب الساعة 12 حس عبد الله إن في حد باصص عليه، فقام من نومه وهو مخضوض لكنه ملقاش حد في الأوضة. وفجأة سمع صوت خطوات قدام باب البيت، فبص من الشباك وشاف قدامه راجل عجوز لابس جلباب وقاعد على الأرض. ساعتها عبد الله كان هيموت من الرعب ودخل ينام تاني بسرعة. وصحي عبد الله على صوت أذان الفجر عشان يصلي، وفضلت وصلة الرعب مكملة معاه. بعد ما خلص عبد الله الصلاة على السجادة اللي لقاها بشكل غريب في البيت رغم إن البيت نفسه مهجور من سنين. طلع عبد الله يبص على العجوز من الشباك تاني عشان يعرف مين ده ولا حتى يشوف ملامحه. ووقتها شاف عبد الله العجوز وهو ماشي، والمرعب في الموضوع ان اثار رجل العجوز على الرمله كانت بتختفي بسرعه، ده غير ان العجوز اختفى في لمح البصر قبل ما الصبح يطلع عليه. رجع عبد الله ساعتها لسريره وهو بيستعيذ بالله وبيفكر يرجع لطرابلس مره تانيه. وعلى الساعه 1 الظهر قابل صاحبه بكر مره تانيه وحكى له على الليله المرعبه اللي عاشها امبارح. لكن بكر ما صدقوش وقال له ان كلام ابوه تلاقيه اثر عليه، اصل لو العجوز ده موجود حقيقي هيفضل عايش وبيراقب البيت بعد السنين دي كلها. واللي ما فهموش وقتها بكر ان صاحبه مش خاف ان العجوز يطلع حقيقي، ده كان خاف ان العجوز يطلع عفريت. يومها خلص عبد الله مقابلته مع التجار ورجع البيت تاني، وقابل صدمه جديده في البيت، هي انه لقى كل حاجته في البيت مترتبه مع انه متاكد انه ما فتحش الشنطه من وقت وصوله للبيت. ومع زياده الرعب في حياه عبد الله رفض يستسلم للامر الواقع، وبعد ما انهى صلاته واتحصن بالقران نام على طول. واثناء ما كان نايم صحي عبد الله على ريحه كيروسين، ولما مشي ورا الريحه وصل عند لمبه كيروسين منوره في بدروم البيت، وهناك شاف عبد الله مقتنيات تشبه لبس الخدم، فاستغرب لان ابوه ما كانش عنده خدم في البيت. وفعلا عبد الله وقتها ما اهتمش وقفل اللمبه ورجع كمل نوم. وتاني يوم قابل بكر وساله عن صاحب البيت القديم قبل ما يشتريه ابوه، لكن بكر وقتها ما كانش يعرف مين صاحب البيت فعلا. ووعد عبد الله ياخده للشيخ معمر، وده راجل كبير من الصالحين ومن اقدم سكان مدينه الرحيبات.
واليوم ده لما رجع عبد الله البيت وتحديدا بعد أذان المغرب بدأ يدور في البيت على أي حاجة تدله على الراجل العجوز اللي بيشوفه، فنزل وقتها للبدروم يدور في حاجات الخادم، وده كان أول خط بالنسبة له عشان يفهم. والصدمة إنه لقى في وسط مقتنيات الخادم رسالة لواحدة ست مكتوب على ظهرها الوداع حبيبتي. الرعب بالنسبة له إن أغلب سكان القرية أميين، فيا ترى من صاحب الرسالة وليه يحتفظ بيها مع الخادم؟ يومها عبد الله كان هيموت من الرعب ومش عارف ينام، وكان حاسس إن الرسالة دي وراها سر كبير لازم يكشفه على أمل إنه يعرف مين العجوز ده. وتاني يوم راح عبد الله مع بكر للحاج معمر وحكى له عن الأحداث المرعبة اللي بتحصل معاه في البيت، وردوا عليه كان إن صاحب البيت ده راجل من أعيان البلد اسمه سالم الغمراني، وده كان موجود من يجي أكتر من 100 سنة. وقال الحاج معمر إنه سمع قصة عجيبة عن البيت ده وهو صغير، إن سالم صاحب البيت كان عنده بنت جميلة جدا اسمها فاطمة، وفي يوم اكتشف سالم إن بنته فاطمة على علاقة بشاب أقل منها في المستوى الاجتماعي، بس الصدمة كانت إن الشاب ده هو ابن الخادم اللي كان شغال في بيت سالم. بس القصة اللي سمعها معمر وهو صغير كانت نهايتها إن الشاب ده اختفى في ظروف غامضة، ومحدش عارف هو اختفى إزاي ولا راح فين. ووقتها طلع عبد الله رسالة لمعمر، واترعب عبد الله لما شاف الورقة في إيديه فاضية، والرسالة اللي كانت موجودة الصبح مش موجودة أصلا. أقسم عبد الله لمعمر إنه شاف الرسالة بعينيه، ومعمر لأنه راجل كبير وخبير ما اتريقش عليه، وطلب من بكر ساعتها يبات مع عبد الله ليلة في البيت عشان يتأكد من موضوع الأحداث المرعبة دي، ووعد عبد الله إنه هيبقى يعدي على البيت يرقيه. فراح ساعتها عبد الله مع بكر بعد صلاة المغرب على البيت، وكالعادة لقى كل حاجة مترتبة. هنا عبد الله فضل يقنع بكر إن الراجل العجوز هو اللي بيرتب الحاجات دي، لكن بكر ما كانش مصدقه وسأله هو مش المفروض لو حد بيدخل البيت يسرقه بدل ما يرتبه؟ عبد الله وقتها ما كانش عنده رد منطقي على السؤال، فالتزم الصمت وقرر كل واحد منهم يدخل أوضة عشان ينام. وبالليل وعلى حوالي الساعة 11 حس عبد الله بحركة في الأوضة، فقام من النوم مفزوع، لكنه ما لقاش حاجة غريبة في الأوضة، فاستعاذ بالله وخرج. وشاف وقتها مشهد مرعب جدا، الصالة كلها بتولع وفي شخص في وسط النار بيستنجد بيه وبيقول له جملة واحدة بس، الوداع حبيبتي. وقتها من الصدمة عبد الله ما كانش قادر يستوعب المنظر ولا قادر يشوف ملامح الشخص اللي بيتحرق منه، ومن شدة الرعب فقد عبد الله الوعي في لحظات. ولما صحي بكر عشان يصلي الفجر شاف عبد الله فقد الوعي قدام باب اوضته، وحكى عبد الله كل حاجة حصلت معاه، لكن بكر كان وقتها متأكد إن دي هلاوس ونصحه يصلي ويشيل الفكرة من دماغه. واللي أقنع عبد الله وقتها مش كلام بكر، إنما إن الصلاة سليمة ومفيش آثار حرق. وبعد مرور حوالي أسبوع على الموقف ده عبد الله كان قرب يرجع لطرابلس، لكن البيت والأحداث المرعبة اللي بتحصل فيه كانت لسه معلقة معاه، وفعلا راح مرة تانية لمعمر وطلب منه يجي معاه البيت عشان يرقيه، فوافق معمر وراح معاه. واما رجعوا البيت حس معمر بطاقة روحية بمجرد دخوله للبيت، وقال لعبد الله انه هيجرب يرقي البيت لكنه لازم يبلغ الشرطة عشان يكتشفوا من العجوز اللي بيقعد قدام البيت. وأنهى معمر بعدها شوية طقوس في البيت زي قراية القرآن ورش الملح بهدف حماية البيت وطرد الأرواح الشريرة. وبعد أذان المغرب يومها رجع الرعب أكتر من الأول، وشاف عبد الله ساعتها رسالة تحذير بالنار على الحيطة بتحذره إنه يكرر عملته إلا هيكون عقابه شديد. عبد الله وقتها ما كانش قادر يتعايش مع الرعب وراح تاني يوم المخفر عشان يبلغ عن وجود شخص مجهول بيراقب بيته. ساعتها طلب منه واحد هناك مواصفات الشخص ده ومعلومات أكتر عنه، وهنا كان عبد الله مصدوم لأنه ما يعرفش حاجة عنه ولا حتى شاف وشه قبل كده، وكل اللي يعرفه إنه بيلبس جلباب لونه أزرق. اعتذر عبد الله ساعتها لرجال المخفر وفشل إنه يقدم بلاغ لعدم وجود أدلة ملموسة عن وجود خطر عليه، ده غير إنه كان خايف الناس تفتكره مجنون. ورجع يومها عبد الله البيت وبدأ يفكر لو كان الشخص اللي قدام البيت هو نفسه الخادم اللي حب فاطمة زمان. وبعد ربطه للأحداث كان في حلقة ناقصة، إزاي الخادم كان معاه رسالة في جيبه، ولو هو اللي انتحر في وسط النار دي إزاي هدومه والرسالة ما اتحرقوش معاه. عبد الله ساعتها كان فعلا هيتجنن وقلب البيت كله على أي حاجة تقربه من حل لغز البيت المسكون ده، فنزل البدروم مرة تانية. ولما قرب من أوضة الخادم اللي شافها أول مرة شاف الأوضة فاضية ولا لقى الهدوم ولا حتى لقى لمبة الكيروسين، فطلع مرة تانية لأوضته عشان يرتاح. وبدأ يتعامل مع الموضوع إن الشخص اللي بيظهر قدام البيت ده عفريت، بس يا ترى إيه علاقته بالخادم والبيت؟ وبالليل وعلى حوالي الساعة 11 صحي عبد الله مرة تانية من النوم مرعوب، وشاف ساعتها خيال معاه في الأوضة، خيال مرعب لونه أسود وعينيه لونها مخيف. قام عبد الله من السرير وفضل ماشي ورا الخيال لحد ما وصل معاه لأوضة الخادم في البدروم.
وسمع ساعتها صوت مرعب لشخص بيعيط ومنهار من العياط. فدخل عبد الله وصدمته انه ملقاش حد جوه، وفضل يتردد صوت في ودانه يشبه صوت الشخص اللي كان بيعيط بيطلب منه ينقذه من العذاب اللي هو فيه. وتاني يوم كان عدى على وجود عبد الله في البيت 15 يوم، واليوم ده كان يوم السبت 5 يونيو 1909. راح عبد الله يومها البكر وحكى له عن المستجدات في البيت، وحكى له عن فكرة في دماغه أغرب من الخيال. عبد الله ساعتها اقترح عليه انهم يروحوا المقابر يدوروا على قبر سالم عشان يتأكد انه معمر ما كانش بيكذب عليه والقصة اللي حكاها له دي حقيقية. لكن بكر رفض لان الميت ليه حرمته، وبعدين هيعمل ايه لما يوصل للقبر؟ وبالليل رجع عبد الله تاني يسمع نفس الصوت المخيف لشخص بيعيط، لكن المرة دي لاحظ ان في صندوق مدفون تحت الارض في الأوضة دي. طلع عبد الله ساعتها الصندوق ولقى جواه كتاب مذكرات باسم ام سعاد، ولما قرأ الرسائل بدأ الرعب يتسلل لقلبه. الرسائل كانت بتتكلم فيها أمه عن الشخص اللي بتشوفه، وفي واحدة من الرسائل المرعبة بتحكي إن الشخص اللي بتشوفه كان بيطلب منها تحرره، لكنها لا كانت عارفة تحرره إزاي ولا قادرة تحكي لحد عنه، لأن وقتها جوزها سراج كان شايفها مجنونة. وفضل اليوم ده عبد الله يقرأ في الرسائل لحد ما راح في النوم. ولما صحي حصلت له حاجة مرعبة جدا لما شاف إن الرسائل والصندوق اختفوا وكأنهم مش موجودين. وبالليل قرر عبد الله يسافر تاني يوم طرابلس عشان يفهم كل حاجة من أمه، وفضل قاعد على السرير مستني يسمع الصوت المرعب اللي بيسمعه كل يوم. بس المرة دي وعلى عكس العادة الصوت ما ظهرش. فنزل عبد الله البدروم وفضل يحفر في الأرض لحد ما لقى جواب جديد مكتوب بخط مختلف عن أول رسالة لقاها، والرسالة كان مكتوب فيها: اهرب يا حميد لقد عرف أبي الحقيقة. عبد الله وقتها خلاص هيتجنن، الرعب اللي شافه في البيت ده كوم، والرسالة دي كانت كوم تاني. تاني يوم وبالتحديد يوم 17 يونيو سافر عبد الله لمدينة طرابلس ورجع على بيت أم سعاد وواجهها بالرسالة اللي شافها في البيت. فحكت له سعاد الحقيقة كاملة وقالت له إن البيت ده ملعون بسبب جريمة قتل حصلت قبل حوالي 70 سنة، والمعلومات دي عرفتها عن طريق إشارات ورسائل شافتها في أوضة البدروم. لكن الحاجات دي اختفت، واعترفت إنهم بعد ما اشتروا البيت سمعت عن قصة فاطمة وعلاقتها الملعونة بالخادم، وقالت له إن سالم في يوم اكتشف علاقة بين بنته فاطمة وبين حميد ابن الخادم بتاعه، وبدل ما يعنفه ولا يطرده من البيت حبسوا سالم في أوضة البدروم لشهور، لحد ما في يوم اكتشف إن فاطمة بتحاول تساعده يهرب، فقرر سالم يخلص منه وحرقه وهو حي. وساعتها كان عبد الله لسه مش قادر يفهم حاجة، لو الشخص اللي شافه بيتحرق هو حميد فمين الراجل العجوز اللي بيشوفه كل يوم قدام البيت؟ ووقتها راح عبد الله لأحد الدجالين في مدينة طرابلس وحكى له عن واقعة بيت الرحيبات المسكون، وطلب منه يسافر معاه عشان يحرر الروح الموجودة هناك. وتاني يوم بيسافر عبد الله ومعاه الدجال لمدينة الرحيبات، ووصلوا للمدينة بعد 3 أيام بالظبط. وبمجرد وصولهم للمدينة راح عبد الله لبيت بكر صاحبه واستدعاه عشان يحضر معاهم جلسة طرد الأرواح. بكر رغم جرأته كان بيخاف من الحاجات دي، لكنه استجمع شجاعته وقعد معاهم في البيت. ويومها بدأ الدجال يردد تعويذ لطرد الأرواح، وطلب من عبد الله يتضرع لربنا في كل الصلوات على أمل إن الروح دي ما تظهرش تاني، وأكد عليه إن الروح دي لو شريرة وما مشيتش من المكان ممكن ترجع عشان تأذيه أو حتى تنتقم منه. كلام الدجال يومها كان مرعب، وطريقته الباردة وصوته التقيل كان مرعبين أكتر. وبعد ما خلص الطقوس بتاعته بلغ عبد الله إنه هيسيبه ويبات لوحده ليلة كمان في البيت عشان يتأكد إن الروح فعلا اختفت. فطلع عبد الله وقتها لأوضته ورمى هدومه على الأرض وساب البيت كام ساعة عشان يشوف إيه اللي هيحصل. ولما رجع البيت بالليل لقى كل حاجة متبهدلة زي ما كانت، وكانت الفرحة مش سايعاه بعد ما حرر روح الخادم ومش هيشوف حاجة مرعبة مرة تانية. ونام عبد الله في سريره في أمان لحد حوالي الساعة 12 بالليل، وهنا كان وقت الرعب الحقيقي. صحى عبد الله من النوم على صوت في الصالة وشاف أغرب موقف شافته عينيه. الدكة اللي كان حاططها في الصالة طايرة في الجو ووراها خيال أسود شكله مرعب جدا، وعبد الله ما كانش قادر يقف على رجله من الرعب، لكنه قرر يكشف الحقيقة ودقق في وش الخيال اللي قدامه. لكن فجأة كل حاجة في البيت رجعت مكانها، وفقد عبد الله الوعي ووقع على الأرض. ولما فاق لقى نفسه نايم على السرير. عبد الله ما كانش فاهم اللي بيحصل، وبدأ يشك في قواه العقلية وإنه اتجنن بسبب اللي شافه من العفاريت أو الأشباح أو أيا كان اللي بيحصل. وقام عبد الله من النوم ونزل البدروم ومعاه لمبة الكيروسين، ومع كل خطوة لعبد الله الرعب كان بيزيد، وبدأ يحس بالهواء بيتحرك من حواليه لحد ما وصل لأوضة الخادم في البدروم. لكنه اكتشف إن الأوضة فاضية، بس أجزم إنه حس بروح الخادم حميد معاه في الأوضة. استعاذ وقتها عبد الله من الشيطان الرجيم
ورجع لأوضته عشان ينام. وهنا كانت صدمته لما شاف كلام على حيطة أوضته فيما معناه إن حميد موجود، وإن الخيالات اللي بيشوفها حميد مش هو السبب فيها. هنا عبد الله أدرك إنه بيتعامل مع قوة شريرة وخارقة أكبر بكتير من روح حميد. بس يا ترى ليه الكيان أو الشيطان ده بيوري عبد الله حاجات من ماضي حميد؟ وهل الشيطان ده هو اللي حابس روح حميد في البيت؟ وتاني يوم عبد الله حكى لبكر كل حاجة، واعترف له إن الدجال اللي جابه امبارح راجل مخادع وضحك عليهم. فاقترح عليه بكر يطلبوا المساعدة من معمر، ووافق معمر يساعدهم على الرغم إنه مش بيحب يتعامل مع الأرواح. ومع إيمانه القوي وثقته في ربنا راح البيت معاهم على حوالي الساعة 9 بالليل، وده الوقت اللي قال عبد الله إن ظهور الأحداث المرعبة بتبان فيه. واعترف معمر لعبد الله بشوية معلومات صادمة عرفها عن البيت، لأنه سأل والده الحاج محمد عن البيت ده وتاريخه. ومع إنه كان على فراش الموت بسبب مرضه، حكى لابنه معمر عن قصة البيت الملعون، واعترف له إنه من أكتر من 70 سنة انتشرت قصة في البلد عن حميد الخادم بتقول إن روحه محبوسة في البيت بعد ما اتحرق جواه، وإن الشخص اللي بيظهر قدام البيت هو جسد حميد المحترق مستني يجتمع بالروح. معمر على الرغم من رعب القصة اللي سمعها من أبوه ما كانش قادر يستوعب الفكرة، خصوصا إن جسد حميد ما كانش جسد حقيقي، والفكرة كلها بالنسبة له كانت روح متضررة عايزة تصعد للسماء، أو روح شريرة عايزة تنتقم من اللي حرقها. بس يا ترى جسد حميد اللي بيقعد كل يوم قدام البيت ده ليه ما دخلش البيت ولا مرة عشان يحرر روحه؟ ولا يمكن الجسد ده مش موجود أصلا؟ تساؤلات كتير كانت في دماغ عبد الله لحظتها، واتفق مع معمر إنه لو فشل في طرد الأرواح دي من البيت هيقفل البيت عشان يبعد الشر عن أي حد يفكر يقرب من المدينة تاني. واليوم ده فضل معمر يقرأ آيات من القرآن بغرض طرد الأرواح الشريرة من البيت، وقرر ينام مع عبد الله في الأوضة. وما كانش عارف يومها الرعب اللي هيشوفوه هما الاتنين جوه الأوضة دي. نام هما الاتنين على سرير واحد لحد الساعة 1 بالليل، بداية الرعب لعبد الله. صحي ساعتها عبد الله من النوم على صوت معمر وهو بيستنجد بيه، وشاف منظر مرعب لمعمر وهو بيتحرق قدام عينيه في نص الأوضة. عبد الله من رعبه من الموقف ما كانش عارف يعمل ايه، وفضل يصرخ لحد ما فقد الوعي. ولما فاق كانت صدمة عمره. معمر نايم جنبه على السرير ومفيش أي آثار حرق على جسمه. وفضل عبد الله قاعد على السرير مرعوب لحد أذان الفجر، ونزل يصلي هو ومعمر. ولما رجعوا من الصلاة حكى له عن موضوع الحريق. ساعتها معمر طمنه إن الأرواح ما تقدرش تأذي البشر، وطلب منه يقرب من ربنا أكتر. وتاني يوم كرر معمر نفس الطقوس العلاجية وقرأ آيات من القرآن، ونام هو وعبد الله على طول بعد ما خلصوا. وقرب الفجر سمع عبد الله صوت في أوضة البدروم، فقرر ينزل الأوضة عشان يشوف إيه مصدر الصوت المرة دي. لكنه لما نزل الأوضة كان حاسس بالرعب، ودخل الأوضة وخاف جدا، لكنه ملقاش حاجة في مكانها. ووقع عبد الله على الأرض فاقد الوعي. وبعد الفجر لقى معمر نام في أوضة البدروم، واتصدم لما عرف منه إنه سمع صوت مرعب خلاه ينزل الأوضة اللي تحت. وعبد الله الغلبان كان مصدق وقتها إن الصوت ده هو صوت حميد الخادم. عبد الله كان خوفه ورعبه هم اللي مسيطرين عليه، فقال لمعمر إن النهارده فرصته الأخيرة، يا يطرد الروح يا يقفلوا البيت للأبد. وفعلا بعد أذان المغرب على طول بدأ معمر طقوس العلاج للجلسة النهائية، وبدأ يردد آيات من القرآن، وكل ما يقرأ آية تحصل حاجة غريبة في البيت. وفضل يقرأ الآيات لمدة 3 ساعات متواصلة، وبالليل دخلوا كلهم يناموا. والأول مرة حس ساعتها عبد الله إنه نايم مرتاح، وصحي على حوالي الساعة 12 بالليل. وفضل يراقب البيت على أمل إنه يلاقي أي دليل على وجود حميد لحد ما طلع عليهم الفجر. وبعد 3 أيام من مراقبة عبد الله للبيت واختفاء الأحداث المرعبة اللي فضلت تظهر له طول الفترة اللي فاتت، قرر عبد الله يقفل البيت ويرجع طرابلس مرة تانية. وفضل البيت موجود لحد سنة 1941 لما اشتراه شخص من أولاد عبد الله وهده عشان يبني بيت جديد مكانه. بس الحاجة الوحيدة اللي فضلت عايشة طول السنين دي وعبد الله ما قدرش يحل لغزها، مين هو الراجل العجوز اللي كان بيجي كل يوم بالليل يقعد قدام البيت؟ ويا ترى هو فعلا حميد ولا حد تاني؟